الحمد لله الشغل خلص والطلبية جاهزة. إيه ده؟ الشغل كله غلط وعايز يتفك ويتعاد من أول وجديد؟ أهلا بيك في مصنع الكنافة. في مبدأ في التصنيع اسمه do it right first time، إنك تعمل الحاجة صح من أول مرة. في مصنع الكنافة إحنا بنعمل الحاجة وبعدين نكتشف إنها غلط فنفكها ونصلحها ونعملها تاني. المجهود ده كله بيتحسب إنه شغل، بس في الحقيقة ده هدر صافي. إعادة التشغيل أو الrework هي المصنع الخفي اللي بياكل الأرباح. كل قطعة بترجع تتصلح، وكل باليتة بيتعاد رصها بتتكلف وقت وخامات وطاقة، بس العميل ما بيدفعش تمنها. التكلفة دي بيتحملها المصنع نفسه. لما ثقافة مشي حالك بتسيطر، مفهوم رايت فيرست تايم بيختفي، وبيبقى عادي إننا نغلط ونصلح، وعادي إننا ننتج ونفرز. ده بيخلق وهم إننا مشغولين جدا، بس الحقيقة إن نص الشغل ده هو تصحيح لأخطائنا إحنا. الكفاءة مش في كتر الحركة، الكفاءة في إن الحركة دي تكون صح ومحسوبة. الجودة مش إنك تكون رد فعل، الجودة إنك تعمل الحاجة صح من أول مرة.